طيبة ورغم أن صاحبها طيب لم يزداد المراقيب ولم يزداد الحفلات الماجنة الراقصة ولم يخالف الجنس الثاني ولم يخالف الجنس الثالث فالأجناس قد كثرت الخلطة السلامة والعافية. يتردد على بيت الله وعلى كتاب الله وعلى إخوانه في الله يجر والديه ويصل أرحامه ويحكم على هذا ويحسن إلى ذلك فهو دائم العطاء. وإذا سأل الله هو مولد العدل يسأل الناس منه إما عند الناس أو كلمة تبسمك في وجه الشفقة. أيتها الطيبة الجسد الطيب رمتي وجهها لن تنجو من السؤال. سيسأل هذا المؤمن في قبره عندما يموت. وتأكيدا لذلك عندما يوصل في قبره فإنه يسمع طبعا هذا في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب ولا صديق. أول ما تدخل القبور وكلنا يعلم الأمثلة لذلك قلت في بداية الكلام ما أسأل السؤال وما أخذ عليها. الآن لو تستطيع في الابتداء يقول ما ربك؟ ما ربك؟ الله ما دينك؟ الإسلام ما نبيك؟ من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بمسوى وعاشوا في الدنيا وبلغوا 60 و70 إذا وصل القبر فقالوا له من ربك؟ قال هذا حقيقة هو لا يدري لأنه عاش في الدنيا وله أمراض كثيرة ليس عبد السليم وليس عبد الطبيب وليس عبد الدينار. إن من الناس من عبد غير الله في هذه الدنيا أمراض كثيرة له. أفرأيت من اتخذ إلهه من ربه وإن بعضهم ليقول بقبره هذا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لنا شهادة الإسلام ليس إله والله سمعت وقلت ما تدري من ربك؟ ما تدري. يا جماعة ما تستطيعون حتى تجير إجابة على سهلة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المؤمن أول ما نزلوا عليه الملائكة يعرف نفسه مشرك. امرأة ملك أول ما يشوف الملائكة بيضوا الوجوه خلاص. لأن هذه الملائكة إنما نزلت تكون خايف لا تكون انت تكون ناسع روح وتكون خلاص عرفت طالع من الدنيا وتفضلت على الدنيا وجيت في العالم الاخر ومنتظر الملائكه تشوفهم اللحظه دي ان رايت ملائكه بيض الوجوه عندها ستتمنى ان تموت وان تلقى الله. من احب لقاء الله
نزل في الجو أسود حتى في لحظة الموت. الجماعة ناس يا أولادي نادي الآن وفلان في الليل الهادي ونادي السيادي وناديهم قوام ولو كنت هام يعني قوام. الجماعة في هذه الغرض دي المسيحي في الشبال المهرية الملائكة من أهل الصوت بيقولوا لهم أينما كنتم تدعون من دون الله. أنت كنت في الدنيا بتنادي شيخ فلان وشيخ فلان ومدد يا شيخ فلان ويا بتاع التمساح والتمساح طلع والتمساح حتى الناس والحد كنت ما خليت ولي ما نادي. الليلة لقينا نجيب روحك أغلى حاجة عندك يلا ناديهم أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنه. بالله عليك أصبر فيها ما وأنا كنت بتنادي عشان كده خلصونا لما كانوا يقول لك يا عبد الله نادي بالله تدعوا لأن لأنك تمسك في ربك الخلق. النافع هو الله، الضار هو الله، المعطي هو الله، المانع هو الله، القادر هو الله، الضابط هو الله. ما أعطاك الله لن يستطيع أحد أن يمنعه عنه، وما حرمك الله ما يستطيع أحد أن يحرمه. أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنه. ما كنت بيجي بعضهم قال والله الشيخ بيجي وبيحضر ويقول لك جنين الشهاده اللي تحت الموت الشيخ بيجي في القبر وقال هذه الطريقه الفلانيه شيخ بيجيكم في القبر مريد لا تخف اشرف وغني حفاظا تجرب الدكتاي معصب الضيف في بقايا. قال لي شايل عباس وما في قدام جماعه ملائكه يجوا يسالوا قال يقرعوا له نحن ده تبع الطريقه بتاعتنا بس. أفمن زين له سوء نعم يعني الإنسان يشوف نفسه نادي لله يعني بالله توصل يعني ما تنادي الأولياء يشوف صالحين شيوعية ما تنادي مع نادي على الناس بيعملوا مقارنات صوتية وغيره انتوا زعلانين من الحق ولا لا ليه يعرف تعمل ايه لا قلنا لك ليه يعرف ما تنادي عن ابي الله خلق وخلق ليه زعلان ليه مش كيف معاك ما قلنا لك في طريقه معاك في طريقه انصار السنه لا في طريقه تعمل في طريقه محمد صلى الله عليه وسلم. لو انصار السنه تيجي جايه بالواقع قال لك اعمل حاجه هذا لك الله والرسول قال ولا تسمع كلامه ما يقول رأيك ما في دليل ما في دليل لكن في بعضهم يقول لك والله جميل وقال لي صلي عكس القبلة أصلا سمعناه يقول لك ما هو بدليل أحسن مني ده عندهم العلم اللدني العلم اللدني يعني كل وآتيناهم من لدنا يكتبهم لا وبيعهم مثل علم اللدني علم من الله مباشرة. الصوفية يقولوا حدثني قلبي عن ربي هناك والشياطين طلعت عليه بالمناسبة الشياطين طلعت على شيوخ الصوفية حتى يرى أنه على الحق وهو على باطل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا عمل هذا المنهج الذي هو طريقة المحسن يشوف نص أحسن واحد بايع هذا ضرب السلطان كل غنى صالح في مرة يكتب مرة ينام نحن ما عندنا مشكلة شخصية مع الصوفية مشكلتنا معاهم نحن اللي نقول لنا الوضع ونقول لك لا نادي الشيوخ ونادي الأولي ونادي دي مشكلتنا الكبيرة تزايد الشيخ الفقير فلحظة الموت الملائكة يسألهم في لحظة الموت روح المالع وين كنت بتناديهم قالوا ضلوا عنه
ما تدري هو في دليل شيخ البيجيبوا الجمعة لو الملائكة جاية كده تضربوا ولا لا والله زي قالوا شوفوا قالوا الملائكة جاءوا أخذوا الحوار مات الشيخ جلد الحوار ميت الفتى قالوا ملك الموت جابوا وليه ما يكلمني كان عطايته ويجيبوا وطلع السماء عمل معركة في السماء فوق وتنازع مع الملك كأن الأرواح في الكوفة استقبلت الأرواح الناس ماتوا اليوم ده كله مواقع بما فيهم كيف تقتلوا الكلام ده في الضلال والضيقات كيف تقتلوا والدة مسلمين قال الناس في اليوم ده كله مواقع الكوفة تفرق وين المؤمن الملك لا تدخل الأرواح تستدد أحياء وجنب السيفين رجع نفسه لما تسمع كلام زي كده الطوال يتذكر الآية أفمن زين له سوء الوجوه فرآه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعملون منهم إلا منهم في ناس كده يعني حتى أنا لو جيت خروف حكيت ليش يحصل التصديق خروف حكيت ليش واحد صراحة أكل الملائكة بدون الشرع عشان كده أصلا عشان ما يمكن الهاي الناس كلهم أصلا لأن ما بيفهموا في الدنيا تعتقد إنه ولي شكل الملائكة ويجيب من الله ويلاقي أن الناس كلهم هم تجعلهم ببركة الشيخ الأنبياء خرافات الدين اللي بيفتحوا الجماعة العلماء بتاع البلد فيهم الله كتاب أرق للأولياء والصالحين خصوصا حتى الجماعة الدين مصطفى الحلفاء والقلوب والأولياء كانوا فيه كلهم ذاكرين كثير من الأولياء وتثبت أسماء خرافات مشهور كرامات الكرامات يا مريم أن لك هذا قالت مؤمنين الضيف الجاء عنب والجاء تفاح والقطان تفاح يا بلد بدون الله لأنها هي محتاجة للحاجة تقول شكل الملائكة في قلبه مسألة يا إخوان نسأل في أمورنا عن ديننا وعن نبينا وعن كتاب ربنا سبحانه وتعالى فنسأل فهل أعددنا للسؤال جوابا والإجابة تبدأ من هنا إجابة عملية لا ممكن والله لو أن الإنسان ولد إلى أمان ويولد وفي الله دين الإسلام نبي محمد ولكنه لم يعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولم يوحد الله وحده لا شريك له ولم يجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به ما ينفعه ذلك إنما ينفعك العمل الصالح الذي عملته في هذه الدنيا وفقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل عمل وكل قول وكل فعل يتقرب به العبد إلى الله وليس على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منصوب على صاحبه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه حديث فهو رد ولذلك تكون حريص أن تتعمل العمل ولكن تنقل هل هذا العمل يرضي الله؟ هل هو على منهج رسول الله؟ هل هو بالكيفية التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد. القاعدة هذه يا إخواني لو فهمناها لنصحنا من كثير من البدع والمشاكل التي يفعلها بعض الناس. النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد. لو أن إنسانا قال والله أنا نيتي صالحة وصلب الناس الفجر 4 ركعات هل يقبل الله منهم؟ ولو أن إنسان قال والله أنا نيتي صالحة لا يصوم رمضان في محافظة وصبر وزير الثاني وزير رجل لما يجي رمضان أبوه السنة
المكان والعدد والزمان والكيفية هذه التشريعات. لازم التشريعات شيخ القرآن الكريم رحمه الله عليه قال يكتب والأمر هو ملك يكتب من البر والبحر. قال واحد يكتب البابات والصالحات على الصلاة سبحان الله الحمد لله. السنة سبحان الله صلاة المسلمين. قالوا ما غياب دامت مشيتين لقاء وافدين في باب هناك مكتوب عليهم باب قيام الصالحات. أول ما جاء موضوع قلب في المدينة أول ما جاء الباب وين يقول أنا صالحات قصيرة لأنه والله إذا كنت تعمل لك باب تطلع من 100% بس هو غير واضح عن ولذلك لو عملت الشريعة السهو والنصر والنسيان ما هي مشكلة بالخطأ لكن تتعمد انك تزيد الشريعة. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم يعني أنت يا أخي قلت من ما قلت كذا يعني قلت مليان واحد جاي يقول تكبر فيه هو يداري بعد ما هو مليان هتقول على مش هيقبل الإناء ما هيقبل زيادة خلاص كله هيدفق هيروح أباء منصور. اليوم أكملت لكم دينكم الدين تم يعني أعمل الشريعة والله ما تكملوا. هذا الدين عند المبارك ومولد بأذكار ما أنزل الله بها وصفاته. من قال سبحان الله وبحمده ولد له غير معه دخل المسلمين. تعالوا من الذين يقولون هاي ريوم هاي طيوم هاي الله الإنسان كده بالغلط ما أقول أحد. لا ما قلت ما تقول كل هاي طيوم يعني تقول يا حي يا قيوم فبس الله لا يسمع. سلم الله تنقل عليه يوم ما قلت يا الله الله يسمع ما تقول. البيت عبد هذا ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله فضربوا من المصنع وذلك إن الله قد أقبل عليه. وسيرحمهم على ثالث الله قد أقبل عليه. أنتم إليكم شوفوا المتعة عليه لا أعطيه فجأة هذا أيضا لحاجة ولو غير المسلم المجال كان نعم وصل ولكن إلى نهاية الصلاة ما وصلوا لهذا الغرقان في الدين. هذا مصيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك الليل والنار في الجبال. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله جل وعلا لا يلقي لها بالا تهوي به النار كلمة من 3 4 حروف يقول الإنسان هذه الكلمة هي كلمة الشرك. ضرب الله كلمة خبيثة شجرة خبيثة استشرق في الأرض ما لها من قبل هذه كلمة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. كلمة واحدة. ولذلك الإنسان تجد أنك مسؤول عن الإنسان